حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بالخير والبركة والسرور. اللهم إنا نسألك من خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده يا رب العالمين. السيدة الفاضلة نور الهدى أم الدكتور أمجد قورشة، الله يصبحك بالخير يا خالتي. الله يبارك في عمرك يا ابني. الله يطول عمرك ويحفظك ويمدك بالصحة والعافية إن شاء الله تعالى. خالتي أم أمجد، أيوة. كم يوم له أمجد بعيد عنك؟ 75 يوم. 75 يوم. طب أم أمجد، أنت عرفتي شو التهمة اللي عليه لغاية الآن؟ والله ما عرفت ولا شيء، أنا بتمنى لها هلا أعرف ليش مسجون. يعني أنت موقوف. أيوة، يعني له 75 يوم أنت كأم ما بتعرفي ليش ابنك معتقل؟ ما بعرف. اللي عرفته إنه بنته صغيرة ما بتعرف إنه معتقل، مخبين عنها أنتم. صغيرة ما بتعرف. طب ليه ما حكيتوا لها يا أم أمجد؟ أنا ما بتتحمل. ما بتتحمل يعني بعدين أنا صغير بجوز ما تتوقع من أبوها إنه هيك مسجون. بيحكوا لها إنه هي مسافر وهو مسافر. قبل أسبوع قبل 10 أيام حملت فيه حرام، بتقول تيتا أنا حلمت إنه هو بقفص حديد وهو قادر يطلع. هذه سكت أنا حاجة صرت أبكي. هذه البنت الصغيرة هيك بتقول لك؟ والله بنت صغيرة عمرها صف أول ابتدائي. لو إلك كلمتين يا أم أمجد تسمعيهم لأي مسؤول بالدولة، شو ممكن تقولي له؟ أهم شيء العدل اللي في الدنيا، إذا ما في عدل ما في شيء. يكونوا عادلين بس الله سبحانه وتعالى وفقهم. أهم شيء أنا ما عندي العدل والاستقامة. صحيح، العدل أساس الملك يا أم أمجد. والله. الله يحفظ لك أمجد يا أم أمجد إن شاء الله تعالى، الله يحفظ لك يا ويرد لك يا سالم غانم بحول الله عز وجل يا أم أمجد. عليك يا ابني، الله يرضى عليك. الله يحفظك، الله يحفظك يا أم أمجد. بخاطرك يا رب. الله يكرمك، الله يحفظك. شكرا شكرا يا أم أمجد. شكرا لكم يا رب. آمين وإياكم. موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك. أم أمجد على بساطة كلماتها وقلة كلماتها التي قالتها، لكن فيها معاني كبيرة جدا. تطالب بالعدل، والعدل يا إخوة أساس الملك، والعدل يقتضي أن يكون الشخص المسؤول عن إقامة العدل إن وجد أن هنالك اختلال في الميزان أن يعيد الميزان إلى نصابه. إذا وجد أنه في إجحاف أو سوء استخدام للسلطة أو تعسف في استخدام السلطة أن يوقف هذا الأمر فورا. مناشدتها للملك مناشدة قلب الأم. قلب الأم بدها ابنها، قلب الأم بكون مليء بالشوق لابنها، بدها ابنها، وخصوصا انه مش مصدقة التهمة ولا قادرة تتفاعل مع التهمة. و75 يوم جيد انه اتصل فيها مرتين، واكيد بكون قلبه ايضا هو يتحرك شوقا لامه، وبجوز اكيد صبرها وقال لها ولا يهمك انا بخير اموري كويسة، لكن بكون فعلا بكون عنده شعور انه كيف يمكن له ان يبر امه ويكون بجانبها ويقبل يديها، وخصوصا انه مش مذنب، وخصوصا حاس حاله ما عملش غلط، وخصوصا انه مش عارف شو تهمته. أنا بتأمل أن مناشدة أم أمجد تصل لأذان المسؤولين اللي عندهم شوية حكمة وشوية عدل.